صباح سعيد وبداية أسبوع موفق عليكم جميعا. كنتمنى تكونوا استمتعتيو بالنسخ ديالكم، كنتمنى تكونوا درتيو الخلوة مع النفوس ديالكم، كنتمنى تكونوا درتيو بعض تنظيفات الأفكار ديالكم. أغلبية الأفكار ديالنا أفكار مبرمجة، بغيتكم غير تكونوا واعيين بها. بغيت نعرف شنو هي الحويجات اللي كتحرككم، الحويجات اللي كتاخذوا منها الطاقة ديالكم. واش كتاخذوا الطاقة ديالكم من الأفكار المبرمجة وبعض المرات ولا الاغلبيه ديالها كتكون سلبيه، ولا افكار نتوما كتفننوا فيها، نتوما كديروا لها الخطه. راه الا ما كنتيوش اناس ايجابيين، راكم الا ما عرفتيوش الحويجات والافكار اللي كتزين المظهر ديالكم، ديروا بحال بلاكار. غادي نخرج ولا غادي نبقى خاصني نكون لابسه اجمل ما كاين، حيت هاد الافكار هي اللي كتخلق الجمال ديالكم. الطريقه ديالكم في التفكير، الطريقه ديالكم في اختيار المعارك ديالكم، الطريقه ديالكم اللي كتفاعلوا بها مع الناس وتفاعلوا بها مع الاحداث اللي كتوقع لكم. حنا مالوغوزمون تبرمجنا على السلبيه في حياتنا. علاش؟ حيت كاين بعض الخلل في التربيه ديالنا. انسان ملي تلقاه حداك سلبي، عرفوا تبرمج على تربيه سلبيه، لان حنا الفطره ديالنا، الطبيعه ديالنا، حنا خليفه الله في ارضه. ولا اني لي ريسبتور، ولا اني الاحداث، ولا اني تبرميج اللي تبرمجنا من الصغر ديالنا. حنا دابا كنديروا واحد المجهود، حنا دابا كنشجعوا وليداتنا، حنا دابا كنحاولوا نشوفوا فيهم الجانب الجميل ديالهم ونخليوهم يطوروهم. ولكن قبل الاغلبيه نتاع الاباء كانوش كيشوفوا الحويجات الزوينين فينا ويدعموها ويشجعوها ويغونفورسيوها. دونك حنا كنمشيو ديما بافكار سلبيه لهذا الواقع هذا، ومالوغوزمون هاد الافكار السلبيه كتنطبق على الواقع ديالنا. سبحانك يا جليل، ربي كيقول في واحد الايه: قدر فهذا. ربي كيقدر لك، ولكن انت خاص يكون عندك الهدى باش تعرف الطريق الصحيح نتاع النور د الله. حيت كي قلت لكم النور د الله الي بارتون، ولكن الغشاوه اللي حنا لصقناها وحنا اللي تقبلناها وحنا ما خديناش لو كوراج باش نحيدوها، هنا كيوقع الخلل. غير تجيكم واحد الفكره سلبيه، عرفوها من الشيطان، عرفوها من التذبذبات نتاع الخوف، لان الاغلبيه عشنا في واحد طاقه الخوف. وهاد الطاقه الخوف ما كتخليناش نزعمو، ما كتخليناش نديرو ان با. امنوا بان اي فكره جاتكم في بالكم من حد ربي صافتها العقل ديالكم، كو يمكن لكم تحقوها ويمكن لكم ديفلوبيوها. اختاروا السهله، الحاجه اللي فيها العسر. عرف بانك ماشي في واحد الطريق اللي ماشي ديالك، لان الحاجه السهله هي اللي ديستيني ليك. حيت ربي شنو علاش صافتنا لهاد الارض هادي؟ باش نتجاراو، باش نسبقوا. لا عاب شويه عليك، ربي عنده واحد الغايه هي العباده. دونك حويجات واحد اخرين غادي يسهلهم لك، حويجات واحد اخرين هو غادي يعطيهم لك، حويجات واحد اخرين هو غادي يشارجك بهم بلا ما تشعر. ولكن حنا كنساو الهدف الحقيقي نتاع الوجود ديالنا. لا خاصني نخلص ليكول، لا خاصني نخرج الدراري، لا خاصني العيد، خاصني نشري، خاصني ندير القوام د رمضان خاصني الا ما خاصكش هذا الشيء. خاصك تنوض في الصباح وانت بخير، وانت عارف ومتاكد بان رزقك غادي يجي. غير الخوف، لو كان حنا نحاربوا الخوف راه كلشي غادي يسهل، لان الخوف سي التذبذبات نتاع الشياطين، والشياطين ما عمرهم ما يبغيو يشوفوك في واحد المرتبه ولا في واحد، لان خرجتي عليه وخرجتي على بلاصتو، كان جالس في امان الله في الجنه وكيستمتع بها، وجاتو داك الغيره وجا الحسد، وعارف هو بلاصتو مسكين فين غادي يمشي لها، هو ما بقى ما عنده حتى خسران. دونك شحال مده مع هاد الناس بخير عليا وعلى اعدائي. خرجوا بافكار ايجابيه، حاربوا الافكار ديالكم، حاربوا الافكار ديالكم. فين ما تلقاو شي فكره سلبيه ديك الساعه قلبوها ايجابيه، ديك الساعه بدلوا مجال النظر ديالكم، حيت نتوما مأهلين. قدر فهذا، نتوما تبعوا الهدى د الله، نتوما تبعوا النور د الله، وكل شيء غادي يتقاد، وغتلقاو راسكم ماشيين في هذه الرحله الارضيه بواحد السعاده، بواحد الطمانينه، حدكم تبداو تغلبوا على الخوف ديالكم. كي قلت لكم الخوف الشيطان، غير يجيك واحد الخوف ديتيكتي ليموسيون اللي كاينه. جاتني الخوف في هاد اللحظه هادي اللي خاصك تزعم، في هاد اللحظه هادي عرف بانك مؤهل باش تقتحم هاد المجالات هادو، لانك النهار اللي غتبدا تقتحم المجالات السفلى نتاع الخوف غادي تبان لك واحد لا ديمونسيون ما عمرك ما شفتيها في حياتك. سيادنا تهلاو لي في راسكم، وبدايه اسبوع موفقه، وخرجوا ديما بالايجابيه. شنو هي الايجابيه؟ هي حسن الظن بالله. صباحكم مبروك والله وينكم.